رئيس المركز المغربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات. دكتور منار، اعتقال السلطات المغربية الآن لشخص له علاقة باعتداءات برشلونة إلى أي مدى هو رسالة من السلطات المغربية أنها لا تقبل بأشخاص المغاربة يعني يقومون بانتهاكات داخل الأراضي الإسبانية أو إسبانيا الجارة؟ أولا يجب أن نميز على مستوى فئة الإرهابيين بين الإرهابيين الأوروبيين من أصول مغربية، الحالة التي هي موجودة أمامنا، وفي نفس الوقت هناك إرهابيين مغاربة مرتبطين بتنظيم داعش، مثل الشخص الذي ألقي عليه القبض منذ يومين في مدينة وجدة. ولكن الكل يعرف مثلا من خلال حدث برشلونة له إشارات. أولا هناك تعاون كبير جدا ما بين المغرب وإسبانيا، والعديد من الوثائق المرتبطة بداعش والتصريحات كانت تحاول ضرب هذه المنطقة، إما إحداث ضربة في المغرب أو ضربة في إسبانيا. ولما نقرأ خارطة الضربات يبدو بأن الخطر اليوم وصل إلى إسبانيا، معنى هذا أنه وصل إلى المغرب أيضا، هذا واضح جدا. المسألة الثانية أن السلطات المغربية هي تتعاون، لها قائمة من المعلومات وتحركت منذ البداية. بعض المعلومات تقول التي راجت اليوم أن المخطط كان يستهدف أيضا المغرب، بمعنى كان مخطط أن يتم ضرب السفارة الإسبانية بالمغرب حسب بعض المعلومات، بمعنى أن هناك تنسيق ما بين داعشيين الذين هم مغاربة مرتبطين بمنظومة داعش ككل، وهناك الداعشيين الذين هم أوروبيين من أصول مغربية، ومعروف أن هذا التواصل موجود. ولكن دعيني أوضح بأن الخطر اليوم هو يأتي من أوروبا، لأن الكثير كان يرفض هذه التسمية التي هي داعش أوروبا، هي موجودة اليوم والخطر موجود نظرا للعدد. الكل يعرف بأن العدد يفوق. تقول أن الخطر دكتور منار يأتي من أوروبا، ولكن هؤلاء الأشخاص هم من أصول عربية. تحدثنا عن ما حصل بإسبانيا فهم من أصول مغربية. ولكن الأصل هنا لا نتحدث عن الأصل، ولكن نتحدث عن أين هم موجودون ولماذا هناك فشل في عملية إدماجهم وعملية مراقبتهم. الكثير من الأشخاص كانوا يحاولون الدخول، هم أوروبيين من أصول مغربية أو مغاربية، كانوا يحاولون الدخول إلى المغرب ويلقى عليهم القبض. ولكن الإشكال هو اليوم موجود فوق الأراضي الأوروبية، والكل يعرف بأن ليس هناك تعاون بين المخابرات الأوروبية نتيجة ما يحدث في أوروبا، وهذا بشهادة الانتربول. أكثر من ذلك هناك نوع من الاسترخاء. مثلا في فرنسا هناك أرقام مخيفة اليوم، يتحدثون عن 570 شخص لا يعرفون أين ذهبوا. تعرف السلطات الفرنسية أنهم ذهبوا إلى سوريا والعراق، ولكن لم يموتوا فوق الأراضي العراقية أو السورية، ولكن أين ذهبوا؟ قد يكونوا قد دخلوا إلى أوروبا بجوازات سفر مزورة. ولكن أعتقد بأن على مستوى المغرب هناك قائمة معروفة، مثلا الأرقام تشير إلى 1664 مغربي كان في أراضي سوريا والعراق، هناك 273 هم دخلوا إلى المغرب ألقي عليهم القبض، أعطوا مجموعة من المعلومات هي التي تشتغل عليها الأجهزة الأمنية المغربية وتقدمها إلى